انا عارف ان انا لو قعدت اسال سؤال مليون سؤال اقول لك ايه اللي حصل، مش هتقول لي ايه اللي حصل ولا هتقول لي للناس. بس لو في رساله عايز تقولها لجمهور النادي الاهلي اللي اول لما شاف صوره كابتن سيد عبد الحفيظ وهو في حرم النادي الاهلي كان عندهم سعاده غير طبيعيه وحاله من حالات استرداد الثقه بشكل كبير، تقول لهم ايه؟ يعني مفيش كلمه ممكن توصف يعني او توصف اللي جوايا او شعوري، لكن الحقيقه يعني في معنى دايما بيبقى عايش بيه في اوقات كتير قوي. يعني لما تيجي تسال واحد مثلا مدى قوتك يقول لك انا من عيله فلان، انا ابن فلان، انا يعني كده يعني. ايوه. الحاجه اللي بتديك الحب والقوه ان انت تبقى ابن الاهلي. حلو. يعني تبقى حلو الكلام. تلاقي نفسك في حاجه كده، عزوتك. في حاجه كده مقوياك. مقوياك في تفكيرك، مقوياك في طريقه حياتك، مقوياك في تعاملك، مقوياك طبعا السمات والقدرات والشخصيه والتربيه والتعليم، حاجات كتيره يعني. تمام. ممكن تبقى ليها جزء، لكن الجزء الاكبر ان انت تبقى ابن الاهلي. تمام. الحاجات اللي هي ناس، جمهور كبير عريض عظيم بيبقى معاك ومساندك يعني. هتخدم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ اتمنى طبعا. الحلقه اللي فاتت على فكره انا قلت لك انا عندي قناعه توصل لليقين ان اللي بيحب حاجه بيحاول يساعد فيها حتى لو هو مش في مكان المسؤوليه. ايوه. تمام.